إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الرب جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معاشر المسلمين، تحدثت هذه الآيات القرآنية عن الرحلة إلى الدار الآخرة، رحلة طويلة، رحلة لا تحتاج إلى الحجوزات، لا تحتاج إلى التذاكر، رحلة لا تحتاج إلغاء الحجوزات، فلا أحد يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رحلة كل الناس مجبورون فيها، فلا أحد يستطيع أن يتخلف عن الركب وعن القافلة. نعم، الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك أي الدار تختار. نعم عباد الله، هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، رحلة يصعب أن ينجو الإنسان من مخاطرها ومن مغبتها وفجاءتها إلا بالتزود بالزاد الحقيقي. لكن يا ترى هذا الزاد هل هو زاد الطعام والشراب؟ لا والله، ليس زاد الطعام ولا الشراب، وليس حمل الأمتعة وشحنها، وليست الحقائب المملوءة بأنواع الاستعدادات من أمور الدنيا. نعم، الزاد ليس حمل البطاقات، بطاقات الائتمان، بطاقة فيزا أو الماستر كارد وغير ذلك، وإنما هو زاد بالتقوى. يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول أحدهم: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد ما كان أرصدا. نعم معاشر المسلمين، هذا الموت نحاول أن نفر منه، نحاول أن نبتعد عنه وأن ننأى بنفسنا عن ذكره، ولكن هيهات ذلك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت تحاول أن تفر عنه، أن تفر منه وأن تنأى بنفسك، ولكن لا فكاك ولا خلاص ولا مفر من الموت إذا نزل. هو فاجعة يفسد حديث المجالس. نعم، يحدث رعدة ورجفة
في الفرائص والأوصال والصدور. نعم، الموت له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، له ألم فوق ما نتصور. ولذلك تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه أو بيديه ركوة أو علبة، والعلبة من الخشب والركوة من الأذن من الجلد، وكلاهما إناء يوضع فيه الماء، فجعل يضع يديه فيهما فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فجعل يردد ذلك ثم نصب يده وقال في الرفيق الأعلى، ففاضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم عباد الله، إن للموت لسكرات. قيل لعمرو بن العاص وهو داهية العرب، سأله ابنه عبد الله لما حضرته الوفاة، قال: يا أبت صف لي الموت. فقال: يا بني والله وكأن جبال الدنيا على صدري، وكأني أتنفس من ثقب الإبرة، يعني شدة ما يلاقي من الصعوبة والألم. وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: صف لي الموت. فقال: ما مثل الموت إلا كمثل رجل ضرب بغصن من شوك من سدر أو طلح، فوقع الشوك في كل عرق من عروقه، فسحب الغصن فانسحب معها كل عرق في الجسم. نعم، الروح لها نزعة قوية. يقول أبو العتاهية: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. في الحديث الطويل حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود ومسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، بينما نفس الكافر والفاجر تتفرق وتنتشر في الجسم فينتزع نزعا قويا. نعم، وفي الحديث أيضا أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وفسر ذلك شدة ما يلاقيه من ألم ونصب ومصائب وأهوال، فيتصبب جبينه عرقا، وهذا من علامات حسن الخاتمة. نعم أيها الإخوة، لعل بعض الناس يسهل له سكرات الموت، والبعض الآخر يصعب عليه سكرات الموت، ولكن هذه ليست علامة حسن الخاتمة أو سوءها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد عليه سكرات الموت وهو أفضل الخلائق، ولهذا يبتلى المؤمن على حسب دينه، ولهذا الابتلاء يكون الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء وابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولهذا كل ذلك تكفيرا للسيئات. فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا تكون له رفعة في الدرجات ومحو بالسيئات كما تحط الشجرة ورقها. نعم عباد الله، ينبغي الاستعداد للموت. هذا الضيف الكريم ينبغي الاستعداد له ولفزعه وأهوال يوم القيامة، لأن باب التوبة يكون مسدودا مقلقا إذا نزل ذلك الضيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقر، يعني ما لم تبلغ النفس الحناجر. أما إذا بلغت القلوب الحناجر فعند ذلك ماذا؟ لا توبة، كما قيل لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تنفع توبته ولم ينفع ندمه ولم ينفع إيمانه. نعم عباد الله، ينبغي الاستعداد لذلك الموت واغتنام الأوقات بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، فدقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني،
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستعداد لهذا الموت وإكثار هذا الموت. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الذي يقطع الملذات، فيتلذذ الإنسان بأنواع الطيبات في هذه الحياة ويتقلب برغد العيش، ولكن ما أن يأتي هذا الموت إلا ويفطم اللذات، يقطع اللذات إلى الأبد. اللهم إلا أن يتدارك الإنسان رحمة ربه جل وعلا فيكون من أهل دار النعيم، دار الكرامة، دار أولياء الله. في حديث أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني، كان إذا ذهب ثلث الليل قام، كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخر اللحظات من الليل يحث أمته على الاستعداد للموت والاستعداد للرحيل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، والحديث صحيح، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه وقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ يعني أعقل وأفطن. قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس، أولئك العقلاء الذين يستعدون للدار الآخرة وللرحيل. عباد الله، الموت ليس له عمر محدد، فالجنين يموت في بطن أمه، والرضيع يموت في مهده، وترى الطفل يموت في طفولته، والشاب في شبابه، والكهل في كهولته، والشيخ في شيخوخته. كل الناس سواسية، لا أحد يدري متى ينزل عليه الموت، ولكن يزداد هاجس الخوف والفزع منه، والخوف من مراقبة، من ترقبه وترصده. كلما يزداد الإنسان زيادة في عمره، كلما يزداد الإنسان زيادة في عمره فهاجس الموت أقرب. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا بين 60 إلى 70. معناه أن هذا السن وهذا العمر 60 إلى 70 فهو معترك، فهو حرب ضروس يشنها ويشعلها الموت. ولذلك الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا العمر فسر ب15 سنة، وفسر ب40 سنة، وفسر ب60 سنة، وفسر بالشيب وهو النذير. نعم عباد الله، الأموات أنواع وأصناف، فمنهم مستريح ومستراح منه، كما ورد في الحديث حديث أبي قتادة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن التقي يستريح من نصب الدنيا وعذابها إلى رحمة الله جل وعلا، فقد استراح من الهم والغم وصعوبة هذه العيش إلى رحمة الله جل وعلا. أما العبد الكافر أو الفاجر فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، الناس، الخلائق بأنواعهم، العقلاء وغير العقلاء، حتى الجمادات يستريحون من شر
ذلك العبد والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستريح من نصب الدنيا وعذابها إلى رحمة الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، أعطوا المجال للإخوان في الخلف خصوصا الإخوان في الوراء، تقاربوا بارك الله فيكم، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. xoolaha horeha loo soo socdo dadkiina gadaal jooga baarak allah fiikum, sufuufta horaa loo socon doonaa oo isku soo dhawaada walaalaha gadaal majaalha la sii baarak allah fiikum. معاشر المسلمين، ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت لأهلها قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها. ولهذا قبل أن تأتي هذه الحسرة ينبغي أن نستعد معاشر المسلمين لهذا الهول العظيم وهذه الفاجعة والمصيبة. وقد كان في تتمة هذا الحديث أن هذا الصوت، يعني هذا الويل وهذا الصراخ للنفس وللروح، يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا افتخر. تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائل عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر. ولهذا معاشر المسلمين، كل الشهادات نشوفها في هذه الحياة، أما شهادة الوفاة فلا أحد يستطيع أن ينظرها إلا الأحياء. أما الموتى فما يدرون ما الذي جرى وما الذي حدث. تفانوا جميعا فما مخبر، لا أحد يخبر ما الذي حدث وما الذي جرى. وماتوا جميعا ومات الخبر معهم. فلو أن أحدهم جاء وأخبرنا لكان أمرا آخر، ولكن حتى ولو حدث ذلك فالنفس الإنسانية لا تعتبر، وإنما دائما في غفلة. لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله فقط. نعم، لنتذكر قول الرب جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث أمركم الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيته وقرابته وأزواجه الطاهرات العفيفات، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيد أهل الشام بتأييدك، اللهم أيد أهل الشام بتأييدك، اللهم فرج ما بهم من كربة وهم وغم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم أعد الأمن والاستقرار في ربوع المسلمين، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.